مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقة النهاردة. اداء سيء جدا من النادي الاهلي بالتعادل السلبي مع نادي الاتحاد السكندري. طبعا هنتكلم عن مجريات الماتش، بس قبل ما نبتدي الفيديو طبعا ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي لبنان وفي السودان. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين رب العالمين على الجيش المحتل. طبعا ربنا يكون في عونهم يا رب، وان شاء الله ربنا ينصرهم على ما يتسموش باذن واحد احد. هبتدي الفيديو النهارده عن ماتش الاهلي والاتحاد السكندري. ماتش سيء جدا. نادي الاهلي النهارده كان بيلعب باداء سيء جدا، ده الاداء المعتاد من اول الموسم. نادي الاهلي طبعا المعتاد بنشوف ان هو بيسجل هدف وبعد كده ما بنشوفش يعني اداء زايد، ما بنشوفش حتة الحماس ان انا العب بحماسية عشان اسجل التاني والتالت. كلنا شوفنا ان النادي الاهلي كان بيعمل الكلام ده خلال الكام دوري اللي فات. النادي الاهلي خد الدوري اللي فات بنفس الريتم، خد الدوري اللي قبليه برضو بنفس الريتم. كان بنشوف ان احنا دايما عندنا ثقة بان النادي الاهلي هياخد الدوري. اداء النادي الاهلي طبعا لا، الدوري طبعا لسه طويل، بس اداء النادي الاهلي ما يطمنش بسبب عجز الاداء. الاهلي عاجز بان هو بنشوف اداء بالملعب او بنشوف اداء من اللعيبة اللي بتبقى موجودة. طبعا مش محتاج اتكلم حالات اللعيبة. كهربا اداء سيء جدا جدا جدا. خلاص انا شايف ان الكهربا كده كفايه عليه، لان كهربا مش هيعمل اكتر من اللي عمله في الملعب. خلاص هو الراجل عمل موسم وشكرا، مش هيقدم حاجه تاني للنادي الاهلي. فاتمنى ان النادي الاهلي يستفيد بيه وان هو يبيعه لاي بقى نادي خليجي، نادي في افريقيا، نادي في مصر، اي نادي. لان بصراحه ربنا كونك ان انت تقف جنب اللاعب ومقابل ان احنا ما نشوفش اداء، انا شايف ان ده كفايه. طبعا طاهر كان عامل ماتش كويس. حسين الشحات طبعا برضو ماتش سيء جدا. حسين الشحات ضيع فرصه هدف في الشوط الثاني، كنا قادرين ان احنا نخلص بيها الماتش. طبعا امام عاشور اداء زي الزفت من امام عاشور. امام عاشور ضيع ضربة جزاء، ما بشوفش منه اي ميول هجومية كويسة. امام عاشور اللي انا متعود ان انا كل ما بشوفه في الملعب ببقى مطمن بان الراجل ده هيقدر ان هو يعمل اسيست، الراجل ده يبقى عنده مهارة فردية اقدر اعتمد عليه في التسديدات. مفيش اي حاجة شفتها من امام عاشور. امام عاشور بقى زيه زي اي لاعب محلي، او دايما ان انا كنت بشوفه من امام عاشور ان هو ممكن في اي وقت من الاوقات ان انا اشوف منه اداء اقدر من خلال الاداء ده احكم عليه ان هو اقدر اعتمد عليه في الملعب. امام عاشور اداؤه زي الزفت. نفس الكلام برضو يعني كوكا برضو ما كانش احسن حاجة النهاردة. الجون التاني اللي دخل كوكا ما قدرش يسيطر على الكرة عدت من وراه وجت جون. فانا مش عارف اقول ايه. وقلنا الكلام ده من اول الموسم يا جماعة، محتاجين مهاجم بديل لوسام، عشان وسام لو اتصاب يبقى فيه مهاجم كويس. مهاجم مش شرط يكون بكواليتي وسام، ممكن تجيب اي مهاجم. هات اي مهاجم يا سيدي، هات محمد شريف، هات اي مهاجم اقدر استفاد منه ان هو يسجل اهداف. مش شرط تجيبه محترف، هات اي مهاجم ان شاء الله من الدوري المصري، اي مهاجم ان شاء الله من الدوري المصري. اهم حاجه ان انا اقدر احافظ على اداء النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كان غايب اداؤه كالمعتاد، بيجيب جون وبعد كده بيرجع. ما بنشوفش في الاول زي ما قلت في اول الفيديو ان احنا مفترض ان احنا بنشوف هدف واثنين وثلاثة وخلاص انا كده ضمنت الماتش، انا مش عايز حاجه تاني. اقدر بقى اباص الكوره، اقدر بقى العب كرات طويله، اقدر بقى ان انا استحوذ في الكوره، العب باص عادي مفيش مشكله. كده في مساحات. وده نادي الاتحاد اصلا يعني انا شايف من وجهه نظري ان نجم المباراه النهارده كان مهدي سليمان يعني صد 3 كور. طبعا حسين الشحات ضيع كوره، طاهر ضيع كوره، لعيبه عماله تضيع كوره وانا مش ده اللي انا مستنيه. انا مفترض ان انت رحت الكوره خلاص تفنش الكوره وتجيبها جون.
طبعا كولر كان ادارته للماتش كانت زي الزفت وكانت سيئه كالمعتاد، ان هو سايب لعيبه بره، مش مدي حق للعيبه اللي بره انها تشارك. رضا سليم كان موجود على الدكه، عندك مروان عطيه كان موجود، معرفش مروان عطيه مصاب ولا لا، بس مروان عطيه كان موجود على الدكه. ما شفتش اي حاجه خالص من كولر النهارده في ادارته للماتش. ادارته للماتش كانت اداره سيئه جدا جدا جدا. النهارده بيرسي تاو بيشارك، طب بيرسي تاو ما عملش حاجه، طب حط مكانه رضا سليم، لان انت كده كده رضا سليم كان بيجي عليك اوقات وكنت بتنزله بديل، فاديله حقه شويه عشان اللاعب يقدر ان هو فورمته تعلى شويه حتى على الاقل. طالما انت مش شايف، مش حاسه ومش شايفه، انا مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه بجد عن اداء سيء جدا للغايه. يعني طبعا اكرم توفيق نفس الكلام، اكرم توفيق كان دفاعيا كويس، ما اقدرش احكم عليه لان الراجل مش حتته ان هو يطلع بالكره قدام، مش حتته ان هو يزيد مع اللعيبه، مش حتته. ليه؟ لان اكرم توفيق، لان احنا بنشوف عرضيات مفيش، استلام وتسلم مفيش، لعيب بيقطع الكره وبيديها لزميله وشكرا على كده. نفس الكلام خالد عبد الفتاح طبعا كان حد ما كان كويس، رامي ربيعه كان كويس، لكن يحيى عطية الله كان كويس، بس يحيى عطية الله طبعا عشان خاطر الراجل بيعمل مجهود. النهارده يحيى عطية الله عمل ماتش كويس، كان بيزيد هجوميا مع اللعيبه. عمرو السولية كان كويس جدا جدا جدا. عمرو السولية كان بياخد الكوره بس كان ما كانش بشوف منه الاداء الممتاز من عمرو السولية. كنت ممكن انت تستفاد بمروان عطية حتى على الاقل تنزله مكان عمرو السولية، نزل اي حد مكان اي حد نص ملعب كويس. مفيش عندك نص ملعب. انا عايز افهم احنا لحد امتى هنفضل ان احنا نعتمد على فكرة ان انا خلاص ما عنديش لعيبة فانا مش هقدر استفاد من اللعيبة اللي موجودة على الدكة. ده اداء كولر لادارته في الماتش. كولر لما بيشوف اي حد على الدكة ما بينزلوش، راجل بيبص قرابة بيلاقيش حد. طب طالما انت مش انت عارف ومتاكد ان اداء اللعيبه دي مش هتستفاد منها بحاجه، انت شفت امام عاشور كان مستواه مش حلو في الملعب زي ما انا قلت، طب شايف ان بره الصندوق كان في لعيبه المفترض انها تشارك ما بتشاركهاش. طب حتى على الاقل انت يعني انت جايب 1-0، ما طبيعي ان انت تتعادل، طبيعي. بس مش هنقعد بقى نقول لو الكوره، ما هو برده بلاش نحكم على الراجل عشان الكوره دي لو ما جاتش فبالتالي كان النادي الاهلي كسب. لا، احنا مش هنقعد نحسبها كده، احنا مش هنقعد نحسبها كده. في مشكله في الماتش ده، انت بادئ الدوري باداء زي الزفت واحنا مقتنعين بده. انت كل اللي خدته في الماتش من الماتشات اللي فاتت، خدت 6 نقط، خدت 3 نقط من زد على 3 نقط من سيراميكا، والنهارده تعادلت ماتش كده 7 نقط. نادي الزمالك ماتش بكره هيبقى مع المصري. المصري لو الزمالك كسب المصري بكره هيبقى كده فارق عنك بنقطه. احنا ليه نقعد نبتدي السيزون كده؟ عندك مشكله، اتكلم مع الاداره فين برضو؟ هات مهاجم. وكلام اللي انا قلته في الاول في الاخر طلع صح، ان المفترض ان يكون في مهاجم بديل لاسامه ابو علي. مفيش مهاجم بديل لاسامه ابو علي. الراجل بيعمل ايه؟ بينزل كهربا. وبعدين انا داخل على ماتشات كبيره، مش هدخل طبعا، انا سيبك من الدوري، خلاص الدوري كده كده ماتش وراح. انا عندي ماتش مع في نص النهائي في كاس الانتر كونتيننتال. بعدين هفضل طول عمري استنى اداء من اللعيبه، اقعد ابص على الماتش حتى ممل، انا ما كنتش عايز اتفرج عليه، لان مش شايف النادي الاهلي بيعمل حاجه كويسه، مش شايف ان النادي الاهلي بيروح بالكوره. نادي الاهلي الكره حتى اللي انت بتطلع بيها قدام وبنقول ها الكره دي تيجي جون، الاقي اللعيب ما بيفنش الكوره. ما عنديش لعيب اللي عنده الفينش زي اسامه ابو علي. اسامه ابو علي فرق معايا في ماتش النهارده. الكام فرصه اللي جت دي انا كنت ممكن اخلص بيها الماتش اقل حاجه 3، ده اقل حاجه. وعمالين نصيح وعمالين نقول للاداره محتاجين صفقات، مفيش صفقات. طب وبعدين؟ ما تنساش ان في بطولات جايه، في عندك ماتش في افريقيا، في عندك ماتشات قاريه، ماتشات عالميه. وبعدين انا عارف ان الكوره ما بتتحسبش كده، الكوره بتتحسب بمكسب وخساره او مكسب وتعادل ايا كان يا سيدي. مش هقعد احسبها كده، انا كاهلاوي ما بحسبهاش كده.
كلنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيبقى اداؤه سيء انا ببقى قلقان من الاهلي، ما بقلقش من الخصم اللي قدامي او الخصم اللي هقابله ايا كان هيقابلني في اي ماتش. هنعمل ايه؟ قلت قبل كده محتاجين جهاز طبي محترم عشان الاصابات، محتاجين صفقات. الراجل مش مقتنع برضا سليم، خلاص هي بانت، هو مش مقتنع بيه ومش هينزله. لو شافه على الدكه مش هيبقى من ضمن حساباته. نفس الكلام لبيرسي تاو، كلنا عارفين ان بيرسي تاو نهايته خلاص السيزون ده، هو هيمشي في يناير. محتاجين جناح، كنت ممكن تخلص الصفقات دي من حتى على الاقل تجيب اي لاعب محلي، كنت تجيب لي حتى على الاقل يا اخي زلاكا من سيراميكا اهو احسن من بيرسي تاو. عندك حتى اي لعيب محلي الفورمه بتاعته عاليه تقدر حتى على الاقل يا اخي تستفيد بيه. رضا سليم كان الاحق ان هو يشارك في الماتش النهارده عن بيرسي تاو. رضا سليم كان في مساحات في الشوط الثاني كان ممكن يستغلها ويقدر يجيب منها جوان. منزل لي برده بيرسي تاو اللي هو دايما بيبقى محتاس، الكره بتبقى في رجله بيروح بيها ما بيعملش بيها حاجه، لا بيستلم الكره صح ولا بيعمل اي حاجه صح، كل اللي بيعمله بياخد الكره وبيجري وبيحتاس. ماتش حرفيا يحرق الدم. في ايه بجد؟ اول 3 ماتشات لعبتهم في الدوري 2 مكسب 1 تعادل. انا عارف ان الدوري طويل، لكن لو ما طلعتش قلت الكلمتين دول الفرقه مش هتفوق، اللعيبه مش هتفوق. اللعيبه بتيجي بتكسب ماتشين 3 وبتنام، بتكسب ماتشين 3 وبتنام. هنوصل لفين في الاخر؟ نهاية الحدوتة دي هيجرى فيها ايه؟ مفترض ان الادارة تقعد مع كولر وتستفهم منه، تستفيد منه، تفهم الراجل عايز ايه، انت عايز ايه. ما ينفعش ان انا اجيب حد من دماغي، لا انا هجيب لك الوينج ده هو ده اللي اقدر اجيبه. هو الراجل مش مقتنع، وما بيحسبهاش كده في الملعب. هو عنده حد معين انا عايز ده، مش معنى كده ان بقول ان كولر ملاك، لا هو كولر عنده اخطاء وطبيعي ان اي مدير فني عنده اخطاء. جوارديولا بيبقى عنده اخطاء، كلنا شايفين السيتي عامل ازاي. انشيلوتي عنده اخطاء، فرق كبيره بيبقى عندها اخطاء، ما عنديش مانع في ده. لكن لما الاداره تبقى عندها اخطاء فهنا في علامه استفهام، عايز افهم الحدوته دي نهايتها ايه. هفضل اقضي الماتشات تعادل في مكسب في خساره، اول السيزون خسران سوبر افريقي. انا عارف انه ماتش في الدوري ب3 نقط، يا سيدي يغور ال3 نقط مش عايزهم، بس انا هفضل على الاداء ده الماتشات اللي جايه، فلا شكرا بقى كده ما ينفعش. استغفر الله العظيم يا رب. ماتش يحرق الدم وايه في ايه بجد؟ في ايه؟ واحد اعصابه يعني محروقه من اللي بيشوفه، اداء سيء جدا جدا. الجماهير بتقول عليه هو اللي حصل، الجماهير بتقول عليه هو اللي حصل. حسام اتصاب، ما عندكش اللعيب الفورمه، ما عندكش اللعيب اللي هو الكواليتي بتاعه العالي اللي يقدر يخلص لك فرصه واثنين وثلاثه. النهارده انت رايح بكام فرصه؟ شوف انت رايح بكام فرصه النهارده. كل الفرص اللي انت رحت بيها بلح بلح. ليه؟ عشان حضرتك الراجل لما بيبص على الدكه طب انزل مين؟ تعالى يا كهربا انزل. امام عاشور مديله عرضيه عملها بدماغه بطريقه مستفزه
مستفزه. شكرا، ما استفدناش منها بحاجه. امام عاشور ضيع له ضربه جزاء، والله العظيم 3 اقسم بالله. انا كنت عارف قبل ما امام عاشور يشوط الكوره، انا كنت عارف ان هو هيضيعها. معرفش، كان عندي احساس ان هو هيعمل كده. مفيش حته تركيز، داخل هو داخل بغشامه. ضربه الجزاء معروفه ان لما بتيجي بتشوط كوره بتبقى عارف انت هتشوطها في انهي زاويه، وبتاخد نفسك وبتدعي عشان تقدر تحطها في الزاويه صح. لا، امام عاشور ما عملش كده. هو امام عاشور دخل يلا ودي اصطاد بقى عصفوره، في عصفوره هناك انا مشتاق اجيبها. ايه ده؟ ايه ده؟ طب وبعدين؟ طبعا هارد لك على ماتش النهارده. يعني الحمد لله ربنا رزقنا ان احنا خدنا نقطه. الحمد لله احنا ما خسرناش، ان احنا خدنا نقطه. الحمد لله ان احنا طلعنا بالماتش بنقطه. اتمنى طبعا ان كل اخواتي وحبايبي يعملوا اشتراك للصفحه، ويفعلوا زر الجرس، ويعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد.